يتقلد الوشاح الافريقي للمره 23. كلاسيكو وصل لقمه الامتاع والمؤانسه والابداع. كل فريق المنافسه بثوب البطل. الاهلي المصري المارد الاهلاوي مربع الذهب. يلعب اليوم الاهلي في المرمى كالعاده محمد الشناوي. رباع الدفاع علي معلول. رباع الدفاع بن علي مرياح توجاي بن حميده. وسط ميدان بن رمضان كوليبالي بوغرين ومعتز الدم. مباراة يقود الحكم الكيني ب90 التعادل السلبي في المباراتين والترجي تاهل. ترجي بالهجوم كورة في العمق كنترول من جانب الحمودة. كورة مصرية بيرسيتاو يسدد. الأهلي تكمن في إنهاء الخواتيم الجميلة. دائما شامخ الأهلاوي. الفريق المصري يتقدم. الفريق المصري فريق الاهلي من اجل كتابه صفحه جديده في كتاب الامجاد للفريق المصري. يحاول بالرجل ابعاد الكره ولكن تكنيك سيء من جانب الحارس والكره في الشبكه تمشي. سجل ولد البافانا يفاجئ الترجي. بيرسيتاو يعلن عن تقدم المارد الاهلاوي. هاني عرضيه من هاني والدفاع موجود. هذه محاوله تونسيه رصايه بالشبكه. شوفوا الاعاده هنا رصايه زدام مرت بمحاذاه القائم الايمن للحارس الشناوي. شوفوا محاوله اولى للفريق التونسي. زدام ركنيه للترجي رصايه والكره الاخيره لبرا. هذا التوجاي تنجع بشكل كبير على صعيد الكرة مع انطلاقة محاولة العرفاوي. رشاد يسدد. ترجع لفريق الترجي الآن محاولة بن حميدة خطيرة. ترجي مش يحاول التعديل في هذه اللحظات. هذه الكرة البطاو ينطلق رجل افريقيا التمرير. فرصة الهدف الثاني ترجي امام بيرسيتاو. كهرباء كرة لا من الصعب جدا اهدارها. بن رمضان يتقدم. بن رمضان يسدد. ترتاح المصري الوان تو انطلاقه سريعه. شحات عرضيه خطيره. يتقدم الكره بن حميده عرضيه بعد البدايه الصادمه بهدف اهلاوي. هذه الكره من بعيد سددها الشكر. بن رمضان يستحق ان يلقب بن رمضان بلقب السكين السويسري متعدد الوظائف. هدف وفرصه ضايعه من كهرباء. كره من بعيد. هدف مبكر عن طريق بيرسيتاو. محمد بن علي يواصل انطلاق المدافع معلول شحات الوان-تو. علي معلول يرفع كرة يبحث عن التعادل. كرة تبعد. شوف الإعادة هنا بيرسل كرة وسط الميدان والصافرة الكيني تعلن انتهاء النصف الأول. الترجي التونسي الاهلي المصري ملعب رادس شوط اول 1-0. الستاوي مرر الاهلي بالهجوم عرضيه ولكن الضغط يتدر. بيرسيتاو خطير ولد ساوث افريكا. بيرسيتاو والثاني روعه جدا من ولد البافانا. تأنى انتظر وبعد ارسل كرة بالشبكه. الكرة تطاوع. هذا الجنوب افريقي الكرة تطاوع. بيرسيتاو بلمسه غالة الدبشي. 0 الاهلي في طريق مفتوح ليعود مظفر بالنقاط الكامله. هذا بيرسيتاو هذا الخطير. هذا ولد البافانا الانطلاق بالكرة. ولد البافانا يستحق ان يكون تاج على راس كل عاشق لفتح مؤثر في الفريق. ترجي بالهجوم. هذه خاصيه لبرا. شوف الاعاده هنا الارتقاء ورصيه من الشهير ايبان الحرب العالميه الاولى. هذه مقصيه والحارس كوره على الطاير. توكاي من خلال هذه المقصيه على الطاير تابعها في مباراة المجموعات ومباراة في ربع نهائي. كوره يتابع رشاد العرفاوي الحكم ترجع لعطيه بينيه باتجاه كهرباء ما يمرش. الاهلي خطير. كوره عند الشحات عرضيه والثالث. الهدف الثالث عن طريق كهرباء يجيب الثالث. 3-0 قاسيا جدا على الترجي. كوره مرت بين 3 لاعبين كملها كهرباء. ثلاثيه للاهلي في رادس. لاول مره الاهلي يسجل 3 في تونس. لاول مره يحقق ثلاثيه في شباك الترجي في ملعب رادس. 3-0 قاسية جدا على الترجي.
لم يعتاد الترجي ان يخسر بالثلاثه امام الاهلي في رادس. يرفع كوره بدري منطقه الجزاء راسيه سهله عند الفوارق من خلال مباراه اليوم. من قال لكم ان الغيابات بدري مر بدري هيا كوره خطيره للترجي منطقة الاهلي الابعاد من الشناوي. تبقى المحاولة قريبة التسديد، كرة تصدم بخالد عبد الفتاح تبقى لصالح الفريق التونسي. التوجاي بن حمودة مرة أولى وفي المرة الثانية السارية تلامس لاعب الأهلي. طاهر يسدد والكرة للركنية. سلم سدد الطاهر كرة ترفع على مستوى القائم الثاني راسية لبرا بأقل مجهود. هذه عرضية خطيرة فرصة الرابعة راسية عند في التحول انطلاقة عبد القادر يمر عبد القادر دبش هذه المرة. الكيني بيتر وبيرو تعلن انتهاء النصف الأول من نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي المصري بثلاثية لا رد لها. يكون الفريق المصري وضع قدم بل وضع القدمين في الدور النهائي.